حد يطلع معاك على التيك توك كده، على الصفحه بتاعتك، وفي وسط ما هو بيتكلم تبص تلاقيه مثلا، مش هنقول يسيء اليك، لكن يسيء مثلا لنادي زي النادي الاهلي او مؤسسه زي النادي الاهلي، ممكن تتعامل معاه ازاي؟ لا، برد بالصواب، برد بالصواب بالاحترام. ايوه، النادي الاهلي كده حرام عليك، انت بتاخد ذنوب عند ربنا، ودي كوره، الكوره ما هي الا له الكوره له، يعني لتقارب الاراء، اهم حاجه الاختلاف، بس نبقى كلنا اخوات داخل المجتمع المصري، داخل الوطن العربي الكبير. يعني الحمد لله بفضل الله، يعني لما دخلت قلت لازم اقضي على التعصب الموجود في المجتمع المصري. انا لسه كنت هسألك، هل يا ترى انت وزمايلك من اصحاب المحتوى الرياضي عملتوا مبادرة او سعيتوا لفكرة ان احنا نعمل مبادرة اسمها نبذ التعصب؟ فعلا يمكن معايا استوديو كابتن بركات واستوديو كابتن علاء، وفي ناس سعينا كده لنبذ التعصب. الحمد لله بفضل الله بنحاول نأثر على الاعمار السنيه الصغيره اللي هي ال 15 وال 16 سنه وال 17، هي دي اللي لازم نقضي على التعصب فيها، لان للاسف الشديد في اخوه مستخدمين الريتش السلبي للاسف الشديد في السوشيال ميديا. ده حاجه يشجع السياحه جدا. الرياضه يعني كره القدم بالذات يا استاذ ايهاب بتقرب الشعوب من بعضها، زي كاس العالم الكبير، زي كاس العرب 2021 اتعلمنا فيه ازاي الاخوه العربيه، الجزائري على الجنب التونسي على الجنب الليبي، وكل حب وكل اعتزاز وتشجيع وروح وتشجيع بحب وتشجيع. الصراحه يعني هو ده اللي غير فكري لكره القدم بصراحه. كره القدم بتقرب الشعوب والانديه من بعضها للاسف.